السلام عليكم، ازيكم يا اخواتي؟ النهارده معانا حكاية ليون، فأتمنى دعمنا باللايك والاشتراك في القناة. واهم حاجة هو الصلاة على سيدنا محمد عليه افضل الصلاة والسلام. وبلاش طول عليكم ويلا بينا نكمل الحكاية. وفي اليوم التاني بيجمع ليون طاقة الكريستال، وبيقول إن هذه المرة سأفتح كل نقاط الوغز، وبفضل الظل الذي كان يقاتل الوحوش ويزودني بالكريستالات خلال اليومين الماضيين. والآن إذا كنت عايز أطور من نفسي يجب علي تكثيف الدرع، ومع ذلك يجب أن أكون حذرا عند استخدام نظام الظل في المستقبل، وكان يتم اكتشافه في المرة السابقة. وهنا بيظهر إشعار من النظام إن المضيف جمع 10,000 نقطة خبرة، وهل تريد استهلاكها لتكثيف الظل التاني؟ وهنا بيتفاجئ ليون وبيقول الظل التاني؟ وإذا حصلت على الظل تاني سأكون قادرا على مضاعفة عدد نقاط الخبرة التي أحصل عليها. حسنا إذن لنفعلها. وهنا بيبدأ النظام في تكثيف الظل التاني، وبعد فترة بيتم تكثيف الظل. وهنا بطلنا بيفكر في تسميتهم بما إنه يمتلك ظلين للتفريق بينهما في المستقبل، فبيسمي الأول رقم 1 والتاني رقم 2. وهنا ليون بيشعر بقدوم شخص، فبيأمر الظل بالعودة، وبيلاقي إنها الأخت شوانج. وبتقول له الأخت شوانج إنهم تلقوا خبر إن الكثير من المشاركين تمت مهاجمتهم من طرف المغتالين بما فيهم فريق لوجين. وهنا بيسألها عن الأنسة ليو أهي بخير؟ بتقول له ما تقلقش، لوجين فقط من تعرض لإصابات خطيرة، أما الآخرين إصاباتهم بسيطة. ونقابة المستيقظين أيضا قامت بالتحقيق في الأمر على نطاق واسع حول الأمر، وإنها تأخذ الحادث على محمل الجد، والأشخاص خلف الجريمة والمدن التي ينتمون إليها هيتلقوا عقوبات صارمة. بيقولها ليون ولكن لماذا أنت لسه موجودة في المخيم اليوم؟ ألم يكن من المفترض أن تذهبي للتدرب مع الآخرين؟ وهنا بتتوتر الأخت شوانج وبيحمر وشها، وبتقوله إن خلال هذه الأيام وبعد الكثير من المراقبة اعتقدت أنك شخص جيد، لذا أنا هنا اليوم لإخبارك بشيء ما لوحدك. وهنا بيحمر وش ليون وبيقول مع نفسه أتريدين الاعتراف لي؟ واللي بيكون تفكيره في حتة تانية خالص. وبتقول له الأخت شوانج إنها اختارت الكلمات بحذر من مدة قبل امتلاك الشجاعة لقول ذلك، لذا يجب أن توافق. وبيتوتر بطنها من هذا الأمر جدا، ولكنها بتقوله إنها عايزة تتعلم فن السيف الخاص به وتعالى نتواجه. وهنا بيتفاجئ ليون لأنه كان بيفكر في حاجة تانية خالص. وبتقوله الأخت شوانج استعد سوف أبدأ. بيقول لها تمام أنا مستعد. وبيقول مع نفسه إنها مهووسة بالفنون القتالية، وماذا كنت أتوقع بحق الجحيم. وهنا بتهجم عليه بسرعة كبيرة ولكنه بيتفادى هجماتها بسرعة خاطفة. وبيقول مع نفسه كما هو متوقع من الأخت شوانج كل ضربة سيف سريعة وإصابتها دقيقة دون أي ثغرات. وهنا اليوم بيقرر عدم التساهل معاها، وهنا بتهجم عليه بسرعة كبيرة وبيتفاجئ من سرعتها، وبعدها بيهجم عليها وبيرميها لبعيد. والأخت شوانج مصدومة من قوته الكبيرة. وهنا بيفعل ليون مهارة نصل الجنون وبيهجم عليها بهجوم مدمر، والأخت شوانج بتصد هجماته بصعوبة ولا يترك لها أي مجال للرد. وهنا بيهجم عليها تاني وهو بيقول المستوى التاني الآن. وهنا بتتفاجئ الأخت شوانج وبتقول مع نفسها مستويات مهارات هذا الفن القتالي يمكن جمعها، ولم يتبقى أمامي الكثير من الوقت. لا، يجب أن أترك مسافة بيننا أولا، ومواجهته مباشرة هتساعده في الهجوم دون توقف، ولازم أجد طريقة لكسر نصله. ولكنه بيهجم عليها بسرعة كبيرة وهو بيعد في الهجمات، وده لأن مع كل هجمة تزداد قوة المهارة. وهنا بيهجم عليها ولكنها بتوقف هجومه بإيديها فقط. وبتفاجئ ليون وبتقوله الأخت شوانج بما إن قوة مهارة سيفك تزداد قوة مع كل هجوم سأهزمك بهجوم واحد فقط. وهنا بتهجم عليه وبتقول له تم تحديد الفائز، وبتثبته بالسيف وبتقول له لقد فزت. وبيقول لها ليون إنها امرأة مجنونة. وهنا بيرجع الآخرين وبيقول لهم تشانج إن هم ذهبوا لقبيلة الأقزام الصحراء من أجل الاستكشاف. وبعد آخر معركة
أصبح الأقزام السحرة أكثر حذرا، لذا حتى لو تم علاج الأخ ليون سيكون من الصعب تحقيق نتيجة زي آخر مرة. ومع ذلك سمعت أخبار جيدة مما ألهمني بخطة جديدة، ولكننا نحتاج للأخت شوانج لنجاح الخطة. وهنا بتتفاجئ الأخت شوانج، وفي اليوم التاني بيستعد الجميع لتنفيذ الخطة واللي بيكونوا في انتظار الأخت شوانج. وهنا بتظهر الأخت شوانج وبتقول لهم هل يجب أن نفعلها بهذه الطريقة؟ بيقول لها تشانج أكيد لازم ترتدي بهذه الطريقة من أجل الخطة، وتعالوا بينا نعرف إيه هي الخطة. وقتها بتقول لهم الأخت شوانج نعم أنت بتهزر، وأنا لن أقوم بإغراء سيد الأقزام. بيقول لها تشانج أنا عارف إن ده يشعرك بعدم الارتياح، ولكن هذا من أجل الفريق. وهنا بيسأله ليون عن الخطة، بيقول له جي إنهم لما كانوا في قبيلة الأقزام سمعوا إن سيد الأقزام بيؤمر بعض الأقزام بإحضار فتاة جميلة عشان يعرضوها على الزعيم. وبيقول له تشانج بعد سماع هذا أتتني الفكرة على الفور، وساعتها هنمسك القائد ونقضي عليه، وبعدها بننتقل لمكان تواجد الأقزام. وقتها بيكون فريق ليون بيختبئ لتنفيذ الخطة. وبتقول له شوانج انت متأكد من هذه الخطة؟ بيقول لها ما تقلقيش سنقوم بالأمر وفقا للخطة، وسوف أتظاهر إني بطاردك، لذا سيجدك القزم الساحر، وساعتها هياخدوك لبعيد وبعدها هيقدموك للزعيم، وإذا تبعناك سنجد مخبأ الأقزام السحرة بدون حوادث. وبالفعل بيبدأ في تنفيذ الخطة، وبيمثل عمنا تشانج إنه بيطاردها، واللي بيكون منزعج جدا من هذا التمثيل وفجأة بيسقط أرضا، واللي بيخلي الأقزام متفاجئين من هذا الموقف. وهنا بيقربوا من تشانج، وهنا تشانج بينظر لهم واللي بيكون حرفيا أجمل من الأخت شوانج، فبياخدوا الأقزام لتقديمه للزعيم. والأخت شوانج مصدومة قائلة وهي في صدمة إذن فقد خسر جمالي ضد رجل. وليون والآخرين مصدومين هو إيه اللي بيحصل، والأخت شوانج لسه مصدومة. وهنا بيظهر الآخرين وبتقول لهم الأخت شوانج عن التطور اللي حصل في الخطة، وبيقول لها جي هنعمل إيه؟ ولم تفشل الخطة فقط بل تم القبض على تشانج أيضا. بس بيقوله ليون لا تهلع، والخطة لم تفشل بعد. وهنا بيقول الأخت شوانج بالاتصال بشبكة الأخ تشانج وتتبع موقعه، وبالفعل بتعمل كده وبتحدد مكانه. وبعدها بيقول لهم ليون إن الخطة لسه شغالة ولكن مع تغير بسيط، ولا يجب أن نهلع، وسوف نستمر على الخطة الأصلية ونتعاون مع الأخ تشانج للقضاء على زعيم الأقزام. فلنبدأ التحرك ونرجع للأخ تشانج واللي بنلاقيه مربوط بأحكام وملبسينه ملابس حريم. وهنا بيظهر زعيم الأقزام واللي بيكون مجهز نفسه على الآخر وكأنه هيتقدم لها. وقتها بيوصل ليون والآخرين لقبيلة الأقزام واللي بيقطع في الأقزام واحد ورا التاني. وبعدها بيقول للآخرين تم الاهتمام بحراس المدخل وتستطيعون الخروج. وبتقول لهم الأخت شوانج إن الأخ تشانج موجود في هذا الكهف وأكيد هو مخبأ الأقزام السحرة، ولكن يجب أن نسرع لأن مكان الأخ تشانج لم يتغير من مدة، وأعتقد إن تم إرساله إلى ملك الأقزام. وهنا بيقول لهم ليون إنهم يفضلوا قريبين منه، وبعدها بينطلقوا على الكهف وتشانج بيهجم على الزعيم، ولكن بيمسكه الزعيم واللي بيفكر إنه فتاة، وبيقول لها عزيزتي انت صعبة المنال، دعي هذا الملك يعاملك بشكل جيد. بالمناسبة بما إنك حيوية لماذا لا نلعب لعبة؟ ما رأيك؟ هل توافقين؟ وقتها بيستمر ليون والآخرين في التقدم، ولكن فجأة بيوقفهم ليون لما بيلاقي الأقزام موجودين لحراسة الطريق، وبيقول لهم ليون إنهم لازم يجدوا طريق آخر. بتقوله الأخت شوانج ولكن هذا كان آخر طريق يقود إلى غرفة زعيم الأقزام، إذن ماذا يجب أن نفعل؟ وأنت لن تقوم بقتالهم في هذا المكان أليس كذلك؟ وقتها بينظر بطلنا الأعلى وبيلاقي مدخل للتهوية، وهنا تأتي لبطلنا فكرة. ونرجع للأخ شوانج وهنا بيفك الزعيم كيودو وبيقول له لنلعب لعبة، هل أنت موافقة؟ وهذه اللعبة تسمى أنت تهربين وأنا وطردك، وإذا استطعت إمساكك
فأنت ملكي. فبعد كل شيء المقاومة تجعلني أكثر حماسا. بيقوله تشانج: تبدو لعبة ممتعة جدا. وهنا بينطلق الزعيم عليها بسرعة وبيقول لها: اهربي أيتها الجميلة الصغيرة. وهنا بيقفز تشانج وبيقول له: مين اللي هيهرب أيها الوحش المقرف؟ وهنا بيمسك راس الوحش وبيديله على دماغه، وبعدها بيهجم عليه تاني وبيأيده بالسلاسل وبيقول له: انتهت اللعبة. ولكن بيقول له الزعيم: انتهت؟ من قال ذلك؟ وهنا بيهجم عليه الزعيم وبيرميه لبعيد، وبعدها بيهجم عليه تاني وبيأيده. وقتها بيوصل ليون لغرفة الزعيم من مدخل التهوية، وبيهجم على الزعيم وبيرميه لبعيد، وبيقول لتشانج: هاي، لقد وصلنا في الوقت المناسب، أليس كذلك؟ وهنا بينهض الزعيم وبيقول لهم: أيها البشر الملاعين، أحضرتم امرأة جميلة فقط لخداعي؟ لقد قمتم حقا بخداعي. ولكن بيقول له تشانج: أنا آسف، بس أنا راجل، وماذا لو فعلنا؟ أنت من خدعت بحيلة كهذه؟ ولكن بيقول له الزعيم: تستطيع الضحك الآن فقط. وهنا بيخرج الزعيم قوة تدميرية هائلة وبيعمل إعصار من الطاقة وبيدمر المكان. وبعدها بينهض بطلنا وبيقول إن قوته هائلة جدا لدرجة تدمير الكهف بالكامل. وهنا بيقول له الزعيم: هاي أيها البشر، هل أنت مستعد للموت؟ وبعدها بيظهر إشعار تحذير لنقابة المستيقظين إن تم إيجاد طاقة قرمزية. وبيتفاجئ الموظف: طاقة قرمزية؟ أيها القائد، ملك الأقزام السحرة ألقى التعويذة البعدية العظيمة، لقد أصبح وحشا. وبيتفاجئ القائد جدا: تعويذة بعدية؟ إنها ورطة، والتعويذة البعدية خطيرة جدا، وجميع الطلاب في خطر. استدعي كل المشاركين وأرسلوا مستيقظين الكريستال الذهبي عشان يساعدوا الفرق على التراجع. ونرجع لبطلنا، وهنا بيقرب ملك الأقزام منه، وبعدها بيستعمل قوته لجذب سلاحه. وبيتفاجئ ليون إن شكل سلاحه تغير لسيف، وبيقول مع نفسه: الآن قد أصبح شيئا لا يمكننا التعامل معاه إطلاقا. وضغط قوته الذي أصدره فقط جعلني أشعر بالخوف لم أشعر به من قبل، وحتى جسدي خائف جدا ولا أقدر على الحراك. وهنا بيهجم عليه الزعيم وليون عاجز عن الحراك ومش عارف يعمل ايه. وهنا بتمسك الأخت شوانج وبتمسكه بسرعة وبترميه لبعيد، وبتقول له: ما خطبك أيها الأحمق؟ استجمع نفسك، ولا وقت لدينا لتفقد الوعي. وهنا بتخرج سيفها وبتهجم على الزعيم. وقتها بيرجع بطلنا لوعيه وبيلاقي إن الآخرين فاقدين الوعي. وهنا الزعيم بيرمي الأخت شوانج لبعيد وليون مصدوم. وهنا بيقول لها الزعيم: يا لك من امرأة جميلة، يا للخسارة، ستموتين الآن. وهنا ليون بيحاول يقاوم خوفه: تبا فلتتحرك. والزعيم على وشك الهجوم على الأخت شوانج، وليون بيحاول النهوض لإنقاذها، والسيف على وشك الوصول للأخت شوانج. ولكن بيهجم ليون على الزعيم بسرعة وبيحدفه لبعيد. وبيقول للأخت شوانج: انت لسه قادرة على الحراك؟ بتقوله الأخت شوانج: وهل يجب أن تسأل سؤال كهذا؟ ألست قلقا بشأن ساقيك المرتعشتين؟ بيقول لها ليون: لا أملك وقت للقلق، ولو انتظرت أكثر فسأكون ميتا. ولكن هذه المرة لقد حفزت نفسي بسرعة. حسنا، بما إنك بخير استعد للهرب. وهنا بيأتي تشانج مع السيارة وبيقول لهم تشانج: اركبوا بسرعة ولازم نتراجع. وهنا بينهض الزعيم من تاني وبيقول له بكل غضب: إنه أنت مجددا أيها الوغد، سأنهي حياتك. وكيف تفكر في الرحيل حتى؟ أعتقد إنك تقلل من تقديري كثيرا. وهنا ملك الأقزام بيجمع قوة هائلة، وهنا اليوم بيبعد الأخت شوانج عنه وبيهجم عليه الزعيم وبيحصل انفجار ضخم. والأخت شوانج مصدومة وبيقول لها تشانج: ما عندناش وقت، لازم نغادر من هنا بسرعة. بتقول له: بس أخي والآخرين لسه هناك. وهنا اليوم بيخرجهم من الانفجار وبيقول لهم: ارحلوا الآن. وهنا بيركبوا السيارة وبيستعدوا للذهاب. ولكن بتقول له الأخت شوانج: استنى،
وماذا عن ليون؟ بيقول لها تشانج لازم نغادر الآن، حاليا لا يمكننا الفوز على وحش بعدي على مستوى الملك إلا بمعجزة ما. بتقول له ولكن ماذا عن ليون؟ بيقول لها متقلقيش، وإذا وجدت معجزة في هذا العالم فذلك الشخص هو الوحيد الذي يمكنه فعلها، واللي بيكون فخور جدا بتصرفه البطولي. وهنا بينادي عليهم شخص واللي بيكون ليون، وبيعكر على تشانج هذه اللحظة، وبعدها بيوقف السيارة وبيقول له تشانج لقد هربت سريعا، ده أنا كنت هبدأ في الاعتزاز بذكرى البطل. ذكرى البطل؟ وهنا بتقول له الأخت شوانج إزاي هربت منه؟ وهل خلصت على ملك الأقزام السحرة؟ بيقول لها ليون بالطبع لا، وكيف قد أفعلها لوحدي؟ أنا فقط اكتشفت أنه يمتلك مدى قوة، ولقيت طريقة للهروب من ذلك المدى، وبعدها هربت. بيقول له تشانج أنت ذكي جدا، ولقد قمنا بعمل جيد هذه المرة. بتقول له الأخت شوانج نحن محظوظين لقدرتنا على الخروج من هذا المكان، ولكن بيقول لها ليون لكن لسنا محظوظين، وتعالوا نرجع للماضي حبتين. وقتها تعرض بطلنا لضربة الرعد الخاصة بالزعيم، وهنا الزعيم بيقول له لقد أصبت برعدي ولكنك لسه عايش. وقتها ليون بيقول مع نفسه تبا درع الجرس الذهبي تم اختراقه. وهنا الزعيم بيرفع بطلنا من شعره وبيقول له أكاد لا أصدق إنك فضلت وحيدا من أجل أصدقائك، ها صداقة مؤثرة. وهنا بيرمي ليون لبعيد لدرجة تدمير الصخرة من قوة الصدمة. وهنا بيقول له الزعيم كيف تجرؤ على التفكير في قتالي بقوتك هذه؟ ولكن فجأة بيبتسم ليون وبيقول لابد أنهم قد ابتعدوا، إنهم لا يعرفون بما يحدث هنا، وأنت لا تستطيع رؤيته، أليس كذلك؟ هاي أيها الزعيم، دعني أوريك شيئا جيدا اليوم، ويجب أن تشكرني لاحقا. انطلقا يا رقم 1 و2. وهنا بيتفاجئ الزعيم من هذه الظلال، وماذا يكونان؟ بيقول له ليون أظننت حقا إني وفرت الوقت لرفاقي للهرب وبقيت هنا من أجل إنقاذهم؟ أنا فقط لا أريدهم أن يروا كيف أقوم بالقضاء عليك، فبعد كل شيء لا يمكنني مشاركة كل شيء مع الآخرين. حسنا، رقم 1 و2 اقتلع الزعيم من أجلي. وهنا بيهجم الظل التاني على الزعيم، ولكن الزعيم بيتفادى الهجوم وبيقول تبا ما هذه الأشياء؟ وهل يمكن أنها من بعد آخر؟ بيقول له ليون هاي أيها البشع، هل نسيت شيئا كهذا؟ وهنا بيظهر الظل الأول خلفه وبيهجم عليه، وبيتعرض الزعيم لإصابة. وهنا بطلنا بينهض وبيقول ليون حسنا كادا ينتهيان، أستطيع العودة الآن. ولكن بيظهر الزعيم وبيقول له أنت أين تريد أن تذهب؟ بيقول له ليون أين أريد الذهاب؟ أكيد سأهرب. بيقول له الزعيم أيها الوغد، تريد الرحيل الآن؟ ألا تريد قتلي؟ تعال وقاتلني. وهنا الظلين بيهجموا عليه وبيقول له ليون هيا لا أستطيع هزيمتك، لماذا قد أقاتلك إذن؟ أنا لم أقل إني سأقاتلك، إنه مجرد تفكيرك المتمني، إلى جانب أن هذه ساحة معركة، والفوز هي القاعدة الجوهرية الوحيدة، ولا يمكنك القول إن العدو مخادع. إذا كنت تعتقد ذلك فأنت أحمق. هذا كل شيء، أنا ذاهب. رقم 1 و2 سأترك أمره لكم يا رفاق، ونرجع للواقع. وقتها بتكون الأخت شوانج مصابة بشدة. بيقول لها ليون الأخت شوانج أنت بخير؟ بتقول له ما تقلقش أنا بخير. بيقول لها ليون أنا آسف، كل ده حصل بسببي. بتقول له ما أقدرش ألومك، وإنها أول مرة ترى فيها وحشا بعديا على مستوى الملك، وليس خطأك إنك كنت خائفا، والأشخاص العاديين كانوا سيفقدون الأمل ويتوقفون عن المقاومة ببساطة. وبيقول تشانج صحيح، رأيت هذين النائمين، وهذه ردة فعل عادية لشخص رأى وحشا بعديا على مستوى الملك، وده معناه إن قوة إرادتك كانت كبيرة جدا، وهذه هي ردة الفعل الطبيعية. وهنا بيوصل لبطلنا إشعار وبيقول مع نفسه إن أكيد ملك الأقزام تم القضاء عليه، ولكن بيقول له النظام انتهى القتال وظلالك قد ماتت كلها. وبطلنا مصدوم ولم يتوقع أن تموت الظلال بهذه السرعة،
وهنا بيقول له النظام: بما إن زل المضيف مات، هل تريد إعادة استدعائه مباشرة أم تريد استعمال الاستدعاء الذكي؟ بيفكر ليون مع نفسه وبيقول الاستدعاء الذكي. بيقول له النظام إن الاستدعاء الذكي يطور الظل إلى ظل روح يمتلك قليلا من الذكاء والمشاعر من أجل مهارات القتال، ويكلف التطوير 2000 نقطة. بيفكر بطلنا مع نفسه قائلا: حسنا، لا حاجة لقول ذلك، سوف أختار الاستدعاء الذكي. وفجأة بيتغير الجو وبيتفاجئ تشانج من هيجان الوحوش فجأة. وهنا بيظهر إشعار من النظام إن تم استدعاء الظل وتطويره إلى ظل روحي. وهنا بتعلن نقابة المستيقظين عن وجود وحش بعديا على مستوى الملك وإيقاف المنافسة. بيقول تشانج: إيقاف المنافسة؟ نحن نمتلك الكثير من النقاط، انسوا الأمر، الحياة أكثر أهمية. أخي ليون، هل تعتقد أن ماذا؟ هل نمت بهذه السرعة؟ يبدو أنك مرهق جدا. وقتها كان الزعيم مرهق جدا من القتال، وبيقول مع نفسه: رغم قتالي لهذين الشيئين إلا أني سمحت للبشر بالهروب، وفي المرة التي ألتقيهم فيها سوف أجعلهم. وهنا بيظهر الضوء لامع وبيتم علاج الظل. وهنا بيتفاجئ الزعيم ومش عارف ايه اللي بيحصل. وهنا بيقول له الظل: هاي أيها الوغد البشع، أنت لم تتوقع هذا، ولم تمضي فترة طويلة من لقائنا، وهل افتقدتني؟ واللي بيكون ده هو ليون. بيقول له الزعيم: هذا أنت بداخل هذا الشيء. وهنا بيقرب الظل من الزعيم بسرعة خاطفة، وبيتفاجئ الزعيم من هذا وبيهجم عليه وبيرميه لبعيد. ولكن بينهض الزعيم من تاني وبيقول مع نفسه: تبا، طاقتي تنفذ بسرعة بسبب التعويذة البعدية، وأنا أصبح أضعف فأضعف. يبدو إني لازم أستعير المزيد من القوة من تكوين التعويذة. وبيقول له الزعيم: يا لك من فتى، كيف تجرؤ على العودة؟ سوف أقتلك هذه المرة. بيقول له ليون: ماذا؟ تريد أن تلعب بالرعد تاني؟ وهنا بيتفاجئ ليون من شيء وبيقول: انتظر، ماذا؟ تكوين التعويذة؟ وهل كان طوال الوقت هنا؟ لما لم أراه من قبل؟ وده معناه إن الظل يمكنه رؤية أشعة الطاقة التي لا يستطيع البشر رؤيتها. وهنا الزعيم بيمتص القوة من التعويذة. وقتها بيقول ليون: لقد استرجع قوته، ويبدو إن التعويذة هي مصدر قوته، ولازم ألاقي طريقة لتدمير التعويذة. وهنا بيقفز الزعيم لأعلى وبيهجم على بطلنا، ولكن بطلنا ولا همه، وبيحصل انفجار ضخم من قوة الهجوم، ولكن بيتفادى ليون الهجوم. بينزعج الزعيم من سرعته الكبيرة، وهنا بيهجم ليون عليه، ولكن الزعيم بيصد الهجوم، ولكن بيهجم عليه تاني بسرعة خاطفة، ولكنه بيتفادى الهجوم أيضا، وبيمسك رجل بطلنا وبيرميه لبعيد. ولكن بطلنا بيبتسم وبيتفاجئ الزعيم من تعابيره. وهنا بيكتشف الزعيم إن ليون ناوي على تدمير التعويذة. وهنا ليون بيقرب من التعويذة والزعيم مصدوم، وإزاي يمكن لبشري أن يرى التعويذة؟ وهنا بيوصل ليون للتعويذة وبيدمرها. وهنا بيغضب الزعيم وبيهجم عليه بسرعة خاطفة وبيسقطه أرضا. وبيقول ليون مع نفسه: مع إنه لا يمكنه امتصاص الطاقة بعد الآن، ولكن قوته لسه أكبر من قوتي بكثير، ويجب ألا أمنحه فرصة للهجوم. وهنا بيلاقي طريقة وبيهجم عليه بسرعة خاطفة، ولكن الزعيم بيتفادى الهجوم وبيقول له: فتى جيد، لقد كان هجوما قويا، حان دوري. ولكن بيقول له ليون: هاي، أنا نسيت إني لا أقاتل منفردا ضدك. وهنا بيظهر الظل التاني من خلفه وبيهجم على الزعيم بهجوم ساحق، وبيهجم ليون عليه أيضا، والاتنين مستمرين في تمرير الزعيم لبعض وكأنهم بيلعبوا بيه. والزعيم غاضب جدا وبيفكر مع نفسه وبيقول: يا له من وغد، إنه يهاجم وكأني في وسط عاصفة، ولا يمكنني الهرب من هجومه، وعارف إنه لا يستطيع هزيمتي في قتال مباشر، لذا فهو يحاول الهجوم دون توقف. يبدو أنه سيتم قتلي هذه المرة على يد هذا الحقير. وهنا الزعيم بيمسك بطلنا وبيأيده وبيقول له: بما إني سأموت بجميع الأحوال سأجرك معي. وهنا الزعيم بيضخم نفسه وعلى وشك تدمير نفسه ذاتيا ومقيد بطلنا على الآخر. وهنا بينفجر الزعيم. وقتها بيوصل فريق النخبة من قلعة السحابة السماوية
وبيتفاجئوا إن الزعيم تمت هزيمته. وهنا بيلاقوا شخص وراء الدخان، وبيتفاجئوا جدا لما بيلاقوه يرتدي درع معبد ملك الحرب. وهنا بيرجع ليون لجسمه، وبيقول مع نفسه إن هذا كان وشيكا، كويس إني كنت قادر على الانفصال عن الظل في الوقت المناسب، وإلا لكان مصيري الموت. وهنا بيهنيه النظام على هزيمة أقوى وحش بعدي في المكان الحالي، وبيكسب بطلنا 10,000 نقطة خبرة ونقاط داخلية وكريستال ملك الأقزام وصندوق بعدي خاص بما إنه قتل وحش بعدي على مستوى الملك. وبعدها بيقول له النظام إن تم تحديد القوة التدميرية لملك الأقزام، وهل تريد أخذها لنفسك؟ وهنا بيتحمس ليون وبيقول عمل جيد، انتهينا أخيرا، واللي بيخلي تشانج يترعب جدا من تصرفاته. وبعدها بيلاقوا شخص محاصر من الوحوش، واللي بنعرف إن اسمها هو لي زي من أكاديمية السحابة السماوية. ولكن لما هي لوحدها؟ وهل انفصلت عن فريقها؟ بيقول له ليون هاي لنذهب لإنقاذها. بيتفاجئ تشانج إنقاذها؟ بيقول له ليون نحن من نفس الأكاديمية، لذا يجب أن نساعد بعضنا. وبينطلق ليون بكل حماس، وبيتفاجئ تشانج من تصرفاته بعد ما استيقظ. بتقوله الأخت شوانج هو ليس معجبا بها، أليس كذلك؟ وهنا بيتوتر تشانج وبيقول لها نعم. وقتها الأنسة لي بتقطع في الوحوش على قد ما تقدر، واللي بيهجم عليها وحش وبيرميها لبعيد. وهنا بيهجم عليها تاني، وبتقول مع نفسها انتهى الأمر. ولكن بيظهر ليون وبيمسك الوحش وبيخلص عليه. وهنا بيطمن عليها وبيقول لها ليزي أنت لم تتأذي أليس كذلك؟ وهنا البنت بيحمر وشها وشكلها كده وقعت في حبه. وبعد فترة بيخلص على كل الوحوش، واللي بتكون وقتها الأنسة ليه تشعر بشيء اتجاه بطلنا. وهنا بينادي عليه تشانج وبيقول له هاي خلاص كده ولا ايه؟ لازم نرجع في الوقت المحدد. وهنا الأنسة ليه بتتفاجئ من شكل تشانج وبتقول عليه إنه فتاة منحرفة. وهنا بيسألها ليون إن كانت ترغب في العودة معاهم، واللي بتكون سعيدة جدا من هذا الأمر وبتشكر ليون على ده. وبعدها بننتقل على المجمع السكني، وبيقول لهم ليون إنهم ياخدوا الآخرين بحذر لأنهم مصاب بشدة. وهنا بيظهر شخص وبيقول لزميله إنه هو أليس كذلك؟ بيقول له التاني ماذا؟ بيقول له زميله ألم تعلم بعد إنهم أعلى فريق أدى بشكل ممتاز، واللي رفعوا من تصنيف المدينة ب30 مرتبة دفعة واحدة. وده معناه إن في المستقبل هيتحسن الترتيب والموارد المخصصة لمدينة جي فينج. ومدينة جي فينج التي كان مصيرها في يد العجائز قد رفعت نفسها أخيرا بفضلهم. وهنا بيظهر عمنا تانج وبيسلم على بطلنا، واللي بيخلي ليون ينزعج من هذا التصرف، ولكنه بيستفز في ليون أكتر. وهنا بطلنا بيغضب وبيقول له لو لمستني تاني هعملها معاك. ولكن بيقول له تانج انظر لنفسك، جسمك متسخ وثيابك ممزقة، أكيد تعبان، تعال إلي، أخوك الكبير هيساعدك. ولكن بيقول له ليون لا أنا بخير، ابتعد يا هذا، لا تلمسني. تبا مخض بهذا الشخص، وبيقول مع نفسه لما لم أرى الأنسة ليو، ألم تعد بعد؟ وهنا بينادي عليه شخص، واللي بتكون الأنسة لي، وبينظر لها بطلنا وبيقول لها ليون أوه إنه أنت؟ بتقول له الأنسة لي قصدك إيه بأنه أنت؟ يا لها من برودة. وبيقول لها ليون لما تناديني بالصغير مو؟ بتقول له الأنسة لي ده الاسم اللي ناداك به الشخص المتنكر، ألا يمكنني ذلك بينما الآخرين يمكنهم؟ بيرد عليها ليون انسى الأمر وافعلي ما تشائين. بتقوله الآنسة بالمناسبة الليلة، ولكن بطلنا بيتجاهلها تماما وبيسأل شخص عن الآنسة ليو، وبيقوله إنها أكيد رجعت وشفت سيارتها مركونة هناك. وبعدها بتقوله الآنسة لي هو أنت قلقان عليها كده ليه؟ بيقولها ليون ملكيش دعوة. بتغضب الآنسة لي من تصرفه، وبعدها بتقوله فلتنسى الأمر وهي بخير، مجرد إصابات بسيطة. وهنا بيفرح ليون إنها بخير وبيقول لها حقا. وبعدها بتقوله لي كنت أقول فنتناول وجبة معا الليلة. بيستغرب بطلنا وبيقول لها وجبة معا؟ بتقوله أيوة كتعبير عن الامتنان على إنقاذ حياتي. ولكن بيقول لها أنا آسف
ولكني مشغول الليلة. لما لا أدعوك إلى وجبة لاحقا؟ وهنا الأنسة لي تعجز عن الرد، وبيقول لها ليون: حسنا، إذا لم يكن هناك شيء، إلى اللقاء. ولكنها بتوقفه، وبيقول لها ليون: في إيه؟ بتقول له: ليه؟ في أي يوم هتعزمني؟ بيتفاجئ بطلنا من ردها. وقتها بالله عمنا تشانجي بيراقب بطلنا وعمال يعيط، وهو بيقول: أوه، موس صغير يكبر أخيرا. وهنا بيكون في شخص مرة من جنبه، واللي بيفكر إنه شخص منحرف. وبعدها بيرجع ليون لمنزله، وبيقول: أخيرا يمكنني إلقاء نظرة على المكافآت الخاصة بقتل ملك الأقزام السحرة. لا أطيق الانتظار. الكريستال والمخطوطات والصناديق البعدية. انتظر، هل هذا الشيء؟ هذه ليست الحجرة الأم البعدية الأسطورية، أليس كذلك؟ صحيح، تذكرت إنها مذكورة في الكتاب. وهنا بيجري بطلنا على المكتبة وبيدور على الكتاب. وبعد فترة بيلاقي الكتاب، وبيلاقي في الكتاب إن الحجر الأم البعدية الأسطورية هو أثمن الكنوز. وبعد صقله يمكن للمستخدم من فتح مساحة فراغ منفصلة، واللي يملك هذا الحجر هيكون سيد العالم. وهنا بيقول لي يون: يبدو إن حصلت على كنز هذه المرة. أنت لم تفجر نفسك بلا معنى يا ملك الأقزام. وهنا بيؤمر النظام بشكل الحجر الأم البعدية الأسطورية. بيقوله النظام إن ده هيتطلب 30,000 نقطة خبرة. وبيتفاجئ ليون من هذا الرقم، ولكنه ما عندوش حل تاني، فبيوافق على هذا. وبالفعل بيتم صقل العنصر بنجاح، وبطنه متفاجئ من إتمام الصقل سريعا. وهنا بيخش العالم البعدي المصنوع من طرف الحجر الأم البعدية الأسطورية، واللي بيكون مندهش جدا من جمال هذا المكان. ولكنه بينزعج جدا أيضا إن الأرضية صغيرة جدا. وبيقول إن الأرضية صغيرة جدا وشيء واحد كافي لملئه. وهنا بيرمي الكريستال على الأرض، ولكن المفاجأة يا صديقي إن الأرضية بتمتصها وبيتوسع حجم الأرضية. وبيتفاجئ بطلنا من هذا الأمر، وبيقول إن ده معناه إن الأرضية هتتوسع كلما امتصت الكريستالات البعدية، واللي بيخلي بطلنا متحمس جدا. وهنا بيرمي كل الكريستالات اللي كانت معاه، واللي بيكون مجموعهم 100 كريستالة. وبيقول إن هذا الأمر يستحق ذلك، وهذا المكان تغير تماما ولا أعلم إن كان مفيدا. لحظة، تبا، لقد كنت مندفعا وأنت لم تعلم حتى فيما قد يفيد. وبدأت في رمي الكثير من الكريستالات البعدية. ولكن بيقوله النظام: هذا عالمك الشخصي، عالم النجوم. وبيتفاجئ ليون: عالم النجوم؟ بيقوله النظام إن في قوة جديدة ظهرت بداخل جسم المضيف، وحاليا يمكن لعالم النجوم التصدي للهجمات الخارجية فقط، لأن مستوى النجوم منخفض جدا. وهنا بينزعج بطلنا وبيقول: مهارة دفاعية تاني؟ الأول درع الجرس الذهبي، وبعدها بدلة الحرب، والآن دفاع الأبعاد. سئمت من هذا، إنها مهارة دفاعية مجددا. وهنا بيقوله النظام: ولكن عالم الأبعاد صغير جدا، لذا يمكنه التصدي لنسبة ضئيلة جدا من الضرر. وهنا بيغضب بطلنا وبيقوله: نعم، ده لسه صغير، انظر لمساحته، حوالي 70 إلى 80 متر مربع. تبا، انتهى الأمر بإنفاق 30,000 نقطة خبرة و100 كريستالة، وحصلت على الشيء اللي أعلم كيفية استخدامه. ولكن مع ذلك لو امتلكت مقدار كافي من الكريستالات سيكون لا يقهر. ماذا لو رميت المزيد من الكريستالات؟ آه، كان هذا قريبا. كنت أقع في فخ النظام. إنها مجرد حفرة بلا قاع. النظام عايز يجعلني مفلسا فقط، رغم إنه يمتص الضرر. ولكن وهنا بطلنا بينظر إلى الكريستالات، واللي بيكون عايز يرمي المزيد، ولكنه بيحاول يقاوم ذلك. وهنا بيرن عليه تشانج وبيقول له: البس كده وجهز نفسك وتعالى إلى الساحة حالا بسرعة. بيقول له ليون: لما العجلة؟ لما لا تخبرني ما الأمر؟ وبعدها بننتقل إلى الساحة، وبيوصل ليون لهناك بسرعة، وبيلاقي إن جميع الطلاب مجتمعين. وهنا بتنادى عليه الأنسة لي، وبيقول لها ليون: أنت تاني؟ بتقول له: قصدك إيه بذلك؟ بيقول لها: ارجعي لفريقك، لماذا أنت مع فريقنا دائما؟ ولكن بيقول له تشانج: هاي، لا تكن قاسيا. وهنا بتخش الأنسة ليو على بطلنا وبتسلم على الجميع. وبعدها بيقول لها ليون: تبا، أخفتني يا فتاة، انزلي، أنت ثقيلة جدا. وبعدها بيتكلموا مع بعض شوية. وقتها بتكون الأنسة لي مشتعلة من الغضب
من تقاربهم من بعض، وشكلها كده يا صديقي في منافسة على بطلنا. وهنا بيقول شخص: أليس هذا ليون وفريق الأطفال الأغنياء؟ وبنعرف إنه لوجين وزميله مو، وبيقول لهم: مثير للاهتمام، فكرتكم موتى الآن، كيف الحال؟ وكيف الشعور أن تكون كلبا لرجل غني؟ وبطلنا منزعج من كلامه، وبيقول مع نفسه: لماذا ظهر هذا الكلب المجنون تاني؟ إنه مثير للمشاكل. هاي، أنا سألتك. ولكن بيرد عليه تشانج وبيقول له: مضت فترة ولم ألاحظ أي تطور في قوتك، ولكن أرى أن ما يفوح من فمك قد شهد تطورا كبيرا. وهنا بيغضب مو من كلامه، وبيمسكه من هدومه، وبيقول له: أيها الفتى الوغد، هل تريد القتال؟ قولها تاني لو عندك الجراءة. بيقول له تشانج: أنا لا أحب القتال بكل تأكيد، ولكن إذا كنت تريد ذلك إذا فلنتقاتل. وهنا بيظهر المدرس ليه، وبيوقفهم عن إحداث مشاكل، وبعدها بيقول: لينج شوان، دعي مسدس التدفق بعيدا من أجلي. وهنا بتقول الأخت شوانج لموه: اشكر المعلم يا فتى، ولو تلقيت الرصاصة فقط لكنت ميتا الآن. وهنا بيتكلم الأستاذ لين مع نفسه قائلا: مع إنه لسه لينا، ولكن أخيرا كون ترابط جماعي، واللي بيكون قصده يا صديقي على ليون. وبعدها بيقول للجميع: تصنيف المنافسة قد ظهر للتو، ولأول مرة المدينة صنفت ضمن ال50 الأوائل في التصنيف ال48. وبالطبع هذا يعود لعملكم الجاد، وأنا شاكر جدا لعملكم الجاد. لذا قررت إدارة المدينة مكافأة الجميع. افتحوا فناء الكنوز، لكل منكم حصة، اختاروا وتشاركوا الكنوز مع بعضكم. وهنا الجميع في غاية السعادة من هذا الأمر. وهنا بياخدهم تانج على المكان، وبيتفاجئ اليوم من ضخامة المكان، ولكن بيقوله تشانج: أهو كبير؟ إنه يبدو زي المكان الذي يسكنه خدمي. وهنا بيقول لهم تانج: بما إننا هنحدد مين اللي هيدخل وفقا للتصنيف، فلنبدأ بإعلان تصنيف كل فريق. والمركز الأول هو فريق الدب الأكبر، وده يا صديقي لقب عمنا تشانج أبو شعر أخضر. يعني اللي في المركز الأول هو فريق ليون والآخرين، والجميع مصدوم إنهم في المركز الأول، قائلين بجدية: أول فريق هو فريق الدب الأكبر، أعلى من لوجين والآخرين، كيف يمكن ذلك؟ وهنا بيتفاجئ مو قائل: ماذا؟ نحن لسنا في الأوائل، هذا مستحيل. وهنا بيفرح تشانج وبيقول الأخ ليون: فلنذهب ونختار الكنوز. ولكن بطلنا بيكون منزعج من هذا الأمر، لأنه كده هيجيب الكثير من الانتباه، واللي ممكن يسبب الكثير من المشاكل. وهنا شخص بيقول له: انتظر، واللي بيكون هو مو قائل: ليون، كيف حصلت على المركز الأول؟ أنا لست مقتنعا، أنت استيقظت من 6 شهور فقط، مستحيل أن تحصل على الكثير من النقاط في هذه المدة. ولكن بتدافع عنه الأنسة ليه، وبتقول: مو، أنت عايز إيه؟ وأنا شفت مهارات الأخ ليون، وماذا لو استيقظ قبل 6 شهور فقط؟ إنه مقاتل عبقري، ولكنه بيرميها لبعيد، وبيقول لها: ابتعد عن طريقي، هذا ليس من شأنك. ليون، لو كنت راجل لم تكن لتختبئ خلف امرأة، وخلال المنافسة انت اعتمدت على الأخت شوانج، والآن أيضا أردت من لي زي أن تنحني من أجلك. مقاتل عبقري، إنه مجرد كلام، ويجب عليك إثبات ذلك. أنا أتحداك. هاي، هل سمعت ما قلته؟ وهنا بطلنا بيقلع الجاكيت وبيخش عليه. وهنا بتقول الأخت شوانج إن الفتى مو غير محظوظ حقا، وكان يمكنه العبث مع أي شخص تاني، ولكنه عبث مع ليون. بيقول لها تشانج: ليكن، فليدفع الثمن. وهنا لينج وجي بيشجعوا بطلنا، وبيقول له لينج: هيا ليون، علمه درسا عشان لا يتجرأ على استحقارنا تاني. وهنا مو بيهجم على بطلنا بسرعة خاطفة قائل: أنا استحملتك كتير. ولكن بطلنا بيتفادى الهجوم بكل سهولة. وهنا مو بيهجم عليه بهجمات سريعة ومدمرة، ولكن بطلنا بيتفادى جميع الهجمات بكل سهولة. وهنا بيقول له مو: أنت لا تعرف شيئا غير الهروب، هيا اضربني. بيقول له ليون: حسنا، إذا كنت من اقترح ذلك فلن أكون رحيما بعد الآن. وهنا بيهجم عليه بلكمة خاطفة
وبيسقطه أرضا، والجميع مصدوم من اللي حصل. وفي غمضة عين تم إسقاط مو، وفريق ليون مندهشين من قوة ليون. وهنا بينهض مو قائل: أنا لم أعترف بالهزيمة بعد. وهنا بيهجم عليه بكل قوته، ولكن بطلنا ولا همه، وبيسدد لكمة في وش مو، وبيرميه لبعيد، وبيسقط أرضا. والجميع مصدوم من قوة ليون، وبيقول البعض إن هما لم يتوقعوا إنه قوي جدا، واعتقدوا إن مو قوي جدا. خسارة إنه لسه في الفريق الرئيسي، وقصده يا صديقي على فريق لوجين. وهنا بيقول لهم تانج: والآن تم تحديد الفائز، ويمكنكم الآن الدخول والاختيار من الكنوز. بيقوله ليون: تمام، ضيعنا الكثير من الوقت على بعض الهراء. وهنا بيتفاجئ تانج من شيء، وهنا بينهض مو من خلف بطنه حاملا سكينا، وعلى وشك طعن بطنه من الخلف. وهنا بيقوله تانج: انتبه. ولكن بطنه بينظر له بنظرة الاستخفاف. وهنا بيهجم عليه مو قائل: ليون، لن أخسر ضدك أبدا، فلتذهب للجحيم. ولكن بطنه بيتفادى الهجوم بكل سهولة، وبيمسك إيده وبيكسر دراعه، وبعدها بيهجم عليه بلكمة سريعة خاطفة، وبيطبق وشه وبيسقطه أرضا تاني. والجميع مصدوم إنه كسر دراع مو، وكم هذا قاس، واللي بيخلوهم يفكروا 100 مرة قبل العبث معه في المستقبل. ومو يصرخ من الألم قائل: ليون، سوف أقتلك وأقتل أسلافك. تانج آن، لقد كسر دراعي عمدا، سوف أبلغ النقابة وسوف أدينه. ولكن بيقوله تانج: أنت كنت ناوي على قتله، أليس كذلك؟ ليس سيئا أنه كسر دراعك فقط، ونفس الشيء بالنسبة لمحاولة قتلك له، سأبلغ عنها لنقابة المستيقظين. وهنا بيخاف مو وبيقول له: ماذا؟ وهنا بينطلق ليون والآخرين على مكان الكنوز. وهنا بتقوله الأنسة لي: أليس كسر ذراع مو أمر مبالغ فيه؟ بيقول لها ليون إنه هيرجع تاني من أجل المزيد إذا لم أعلمه درسا، وبما إنه أظهر نية القتل اليوم ألا يمكنني فعلها؟ تذكري، لا تتركي أبدا أي فرصة لعدوك لشن هجوم مضاد. وبعدها بيذهبوا على المكتبة، وبيندهش لينج والآخرين من هذا المكان. وهنا الأخت شوانج بتنادى على ليون وبتقوله: تعال لهنا، لقيت شيئا جيدا لك. بيقول لها ليون: ماذا وجدتي؟ بتقوله الأخت شوانج إن هذا الشيء مثير للاهتمام أكثر من السيوف والسكاكين. وبيتفاجئ ليون، ولكن بيقول لها إنها مجرد كورة، وهنا بترميها لعنده، وبتقوله ألقي نظرة عليها. وبيلاقي ليون إنها مهارة الشفق القاتل، وبتقوله إنها تقنية سيف ترفع من قوتك على الفور، وإنها مناسبة لأسلوبك بشكل مثالي. بيفكر ليون مع نفسه وبيقول إنها تقنية قد صنعت من أجلي ببساطة، هل أختارها؟ وهنا بيقوله النظام إن تم تحديد عنصر قيم قريب من المضيف، ولا يجب أن يضيع المضيف هذه الفرصة. وهنا بينظر للعنصر وبيلاقي إنه قوس رماية، وهنا بيرجع التقنية مكانها، وبيقول لها ليون إنه هيختار بتأني. وبتتفاجئ الأخت شوانج وبتقول له: هاي سيك بي، ولا يوجد شيء أنسب لك من هذه التقنية. ولكنه بيختار القوس، وبتقول له شوانج إنه مجرد قوس قديم مغطى بالغبار. وهنا بطلنا بيلاقي نقش غراب على القوس، وبيقول لها ليون إنه اختار هذا الكنز. بتقوله الأخت شوانج: حقا؟ يعني هتتخلى عن الشفق القاتل عشان مجرد قوس قديم؟ بيقول لها ليون: حسنا، بشكل ما عندما رأيته شعرت إنه مقدر لي امتلاكه. ولكنها بتقوله فكر تاني، ولكنه بيغادر. وبتشعر الأخت شوانج بالإزعاج، وبيقول لها لينج: أختي، ألم تنتهي بعد من الاختيار؟ والشفق القاتل هذا مناسب جدا لليون. بتقوله إنها اختارت هذه التقنية ويمكنك الحصول عليها، افعل ما تشاء بها. بيقول لها لينج: ولكن هذا غير مفيد لي، أيا يكن. وبعدها بينادي عليه تشانج وبيقول له: كيف الحال؟ يعني أنت أخذت المكافأة وتهمني بالهروب أولا؟ بيقول له ليون: أنا آسف، ولكن كل ما فكرت به هو تجربة كوس المعركة، ونسيت أمر الجميع. وهنا لينج بيعطيه مهارة الشفق القاتل، وبيتفاجئ ليون وبيقول له: الشفق القاتل
بيقوله أيوة، أختي لم تردها لذا أعطتني إياها، ولكن هذا الشيء لا يناسبني لذا سأعطيك إياه، وأعتقد أن أختي اختارته خصيصا لك، والأمر فقط أنها محرجة من قول ذلك بنفسها. بيقوله ليون ولكن هذا الشيء مكلف جدا، وده معناه أن الأخت شوانج لن. بيقوله جي فلتأخذها فقط، وعائلة مو ليست صغيرة وهيسعوا خلفك، لذا يجب أن تحمي نفسك، وأعتقد أن الأخت شوانج تشعر بالمثل. وبيقوله تشانج أيوة يمكنك أخذها، ولا تنسى أننا أصدقاء. وبالفعل بيوافق بطلنا على أخذها، وبيشكرهم جميعا على هذه التقنية. وبعدها بيرجع لمنزله، وبيقول إن يومه كان مليئا بالأحداث، وحان الوقت الراحة أخيرا. وبيؤمر النظام بتعلم مهارة الشفق القاتل. بيقوله النظام إن ده هيكلف 4000 خبرة. بيقوله ليون تمام، إنها مش أول مرة النظام يخدعني. وهنا الكرة بتطفو لأعلى، وبتخش طاقتها على جسم بطلنا. وبيقوله النظام إن تم تعلم الشفق القاتل، وبيكون بطلنا مرهق جدا من هذه العملية. وبيقول إن لا يمكنه التعود على الشعور بارتفاع القوة الإجباري مهما كان عدد المرات التي أقوم بها. وبعدها بيخرج القوس، وبشعر بشيء غريب اتجاه هذا القوس، وكأنه يلقي التحية عليه في الظلام. وهنا بيهنيه النظام على حصوله على القوس الروني من البعد السابع. وبيتفاجئ بطلنا قائل البعد السابع، وفجأة بيظهر مجموعة من الغربان في المكان، وبيتفاجئ بطلنا من هذا الأمر. وهنا بيقوله النظام إن ملك الغربان مختوم في هذا القوس، وبيتساءل بطلنا مع نفسه عن سبب جذبه لهذا القوس، وهل يمكن أن الروح المختومة نادتني؟ ولكن حتى لو كان يمتلك قوة كبيرة فهي بلا فائدة وهو مختوم. ولكن بيقوله النظام إن يمكنه كسر الختم، ولكن الأول يجب تحديث النظام. وهنا النظام بيحدث نفسه، وبيتفاجئ ليون إنه انتهى من التحديث بهذه السرعة. وهنا بيؤمر النظام بكسر الختم. وهنا بينتقل بطلنا لمكان تواجد ملك الغربان، وبيلاقي إنه مختوم في قفص ضخم. وهنا بيكلمه ملك الغربان وبيقول له أيها الفتى، إزاي دخلت لهنا؟ بيقول له ليون أنا هنا لتحريرك، ولكن أحتاج لقوتك، لذا سأستعير قوتك في المقابل. ولكن بيقول له ملك الغربان أنت قلت إن يمكنك تحريري من الختم، يا لك من كاذب. وهنا بطلنا بيؤمر النظام بكسر الختم، ولكن بيقول له النظام إنه عشان يكسر الختم هيحتاج الكثير من الطاقة الداخلية، وطاقتك الحالية قليلة جدا. بيقول له ليون استعمل كل ما أملك من الطاقة، ولا يهم حتى لو تم كسره قليلا. وهنا النظام بيستهلك طاقة ليون لكسر الختم، ولكنه لم يكسر إلا جزء صغير منه فقط. وهنا بيقول له ملك الغربان بعد التفوه بالكثير من الكلام في النهاية تم كسر جزء صغير جدا منه، مؤكد إنك مجرد فتى ضعيف. وهنا بينزعج بطلنا من كلامه، وبيقول له ليون هل كان سيئا جدا؟ بيقول له ملك الغربان انت مفكر ان ختم عادي يمكنه ختمي؟ الختم مكون من 3 طبقات من اعلى مستوى فوق جسدي، وانت كسرت واجهة الختم الاول فقط ولم تقترب حتى من فعلها، ولكن لا بأس سأعيرك بعض القوة. وهنا بيخرج قوة هائلة، وبيقول له من الآن فصاعدا هذه الغربان هتكون تحت تصرفك، ولو استطعت كسر الختم سأعطيك المزيد من القوة. هذه هي صفقتنا. بيقوله ما تقلقش حال ذلك، سوف أساعدك، فبعد كل شيء ده هيفيدني أيضا. بيقوله الملك تمام اتفقنا، أنا متعب، يمكنك الخروج من هنا. وهنا بيستيقظ بطلنا، وبعدها بيذهب إلى جناح وانج وين. وهنا بيظهر صاحب الجناح واللي بيكون شخص عجوز، وبيقوله العجوز ماذا يمكنني تقديم لك يا فتى، ونحن لدينا كل شيء في المتجر. بيقوله ليون أنا مش هنا لشراء شيء، وأنا سمعت عنكم يا رفاق أنكم تشترون البضائع الممنوعة. بيقوله تمام، أنت هنا للحديث عن العمل، وماذا عن مناقشة الموضوع في الداخل؟ وبعدها بيخش على المكان، وبيسأله العجوز عن نوع الكنوز الذي يريد بيعها ودفعه لقطع كل هذا الطريق. بيقوله ليون إنه لسه بشيء قيما. وهنا بيخرج تاج ملك الأقزام الصحراء، وبيتفاجئ العجوز
قائل مع نفسه: هذا الشاب يبدو عاديا، ولكنه يمتلك شيئا قيما كهذا، إنه أمر لا يصدق. وهنا بيشاور بطلنا بإيده وبيقول له هذا الرقم. بيقول له: ليون، 150,000، هذا قليل جدا، وقيمة هذا الشيء أعلى من ذلك بكثير. بيقول له العجوز: أيها صديقي الصغير، أنت فهمتني غلط، أنا قلت 1,500,000. وبيتفاجئ بطلنا جدا. وبعدها بيقول له العجوز: بما أن الأبطال القدامى كانوا شبابا أيضا، أنت لديك الإمكانيات التي تجعلك أحد الأبطال، ولتكوين صداقة معك عليك تحمل الخسارة. بيقوله ليون: تمام، تعال وألقي نظرة على هذه الأشياء. وبيتفاجئ العجوز جدا إن لسه لديه المزيد. وبيتفاجئ العجوز إنها المجموعة الكاملة من المعدات الخاصة بملك الأقزام الصحراء. وبيقوله إنه هياخدها ب2,000,000. بيقوله ليون: إذن وما قيمة هذه الشيزيا الرونية؟ والعجوز مصدوم إنه يمتلك شيزيا رونية من البعد الخامس، ولكن بيقوله: من الأفضل إنك تحتفظ بيها، ولا أملك ما يكفي لشرائها. ونصيحة مني: لا تعرض أشيائك للناس في المستقبل بهذه البساطة. وهنا بيتوتر بطلنا من كلامه. وبعدها بننتقل على الأخت ليون، واللي بتكون متعبة جدا من هذا العمل، واللي بنعرف إن مال ليون على وشك النفاذ، ولازم تشتغل عشان تدفع تكاليف علاج والدها. ولكن فجأة بيوصلها إشعار بتحويل مبلغ مالي إلى حسابها، وبتتفاجئ جدا إنهم 3,000,000. وبعدها بترجع أخته لعند والدها في المستشفى، وهنا بتلاقي بعض الأشخاص هناك، وبتسأل والدها مين هما. بيقول لها: لا أعلم، ولكن بعد ما غادرتي أتى هؤلاء الأشخاص. وهنا بيسألها شخص إن كانت هي الأنسة رويان. وبعدها بيقول لها إن في حد طلب 3 خوذ بعدية لأجلك، وقع هنا رجاء. بتقول له: تمام. وهنا بتقول لنفسها: خوذة بعدية؟ أفتكر إنها مكلفة جدا. وبعد التوقيع بيقول لها: تم تجهيز الأداة بالفعل، وكل ما عليك فعله هو ارتدائها وبدء استعمالها. سنرحل الآن. بتقول له: تمام وشكرا لك. وبعدها بتقول له رويان إن أكيد ليون هو من طلبها، لذا ارتدياها يا أبي وأمي. بتقول لها الأم: وهل لا بأس بارتدائها حقا؟ بتقول لها رويان إن ده منتج عالي الجودة، وطلبه ليون من أجلنا، لذا أكيد هيكون جيد. وبالفعل بيلبسوا الخوذ وبيتم تفعيلها. وهنا بيغمى عليها، ولما بتصحى بتلاقي نفسها في مكان مختلف، واللي بتكون مصدومة من هذا المكان. وبيقول لها والدها إنه مكان رائع. وهنا بيتفاجئوا لما بيلاقوا الأب قادر على الماشي، وبيسعد الأب جدا من هذا الأمر. وهنا بيقول له شخص: حسنا، على مهلك. واللي بيكون ليون. وهنا الأم بتجري على ابنها، واللي بتكون سعيدة جدا برؤيته. وبعدها بيقول لوالده: كيف حال هذا العجوز الهالك؟ هل الشعور امتلاك قدمين جيد؟ ولو أصبحت مغرورا سوف أحذف رمز ساقيك. بيقوله الأب: أيها الشقي، من تعتقد أنك تهدد؟ وبعدها بيقول لأخته إنه كان دائما يعتمد عليها، وأكيد الاعتناء بهم كان صعبا جدا. ولكنها بتقوله: لا، أنت من حصل على المال، وأنت اللي عملت بجد أكبر. وبعدها بتقوله الأم: الآن أين يجب أن نذهب؟ بيقول لها ليون: أين نذهب؟ ليس علينا الذهاب لأي مكان، من الآن فصاعدا هذا هو منزلنا الجديد. وبعدها بيقول لأمه إنه الذهاب للخارج. بتقوله: افتكر إنك ترجع للعشاء إذن. وبعدها بيشعر بطلنا بالملل، وبيفكر يذهب لساحة المعركة البعدية للتسلية، ولكن ساعتها يتم عرض بث مباشر للمكان، ولو فعل أي شيء خاطئ فهيتعرض للمتاعب. ولكنه بيقرر الذهاب للعالم الافتراضي البعدي، وبيغير شكله قائل: حتى لو فعلت أي شيء فلن يتعرف علي أي حد. وبيقول لبيدرو إنه يدخله ساحة المعركة البعدية، وفي كل إنزال كان بطلنا هو الفائز. وبعدها بيقول ليون إنه فاز عشرات المرات، ولكن اللعب مع هؤلاء الضعفاء المختارين عشوائيا يشعرني بالملل. وهنا بيدور على خصم قوي، وهنا بيلاقي الخصم المناسب. وقتها بنلاقي شخص يشعر بالملل وبيدور على خصوم أقوياء أيضا، وبنعرف إن اسمه هو تانج، وهو واحد من أقوى 10 لاعبين
من مدينة تيان يو، لدرجة إنه يمتلك معجبين في كل مكان يرغبون في توقيعه. وهنا بيظهر شخص عشان يوقع له، واللي بيكون بيدرو. وبيتفاجئ تانج من هذه الورقة، وبيقول له بيدرو إنها رسالة تحدي، واللي بيخلي تانج منزعج من هذا الأمر. وكمان بياكل بيدرو على حسابه، مفيش أكتر من كده غلاسة. وبيقول له تانج حقا لسه في ناس يستعملون الرسائل الورقية حقا هذه الأيام، لما لم تراسلني فقط؟ بيقول له بيدرو إن اللعبة قال إنك لن تهتم بها عندما تراها، وخليني أوصلها لك بنفسي وأخليك توقع على الورقة، ولكني لم أتوقع أن تقبل بهذه السرعة. بيقول له تانج بكل غضب من الواضح إنك خدعتني عشان أوقع. وقتها بيكون بطلنا في انتظاره في ساحة المعركة، وهنا بيظهر تانج وبيسأل بطلنا لو بيدرو ينتمي له. بيقول له أيوة إنه لطيف. بيقول له تانج لطيف تبا له، لقد تناول وجبة ب36 يوان على حسابي. وقتها بيتفاجئ الجميع إن في شخص تحدى تانج، ولكنهم بيفكروا إن المتحدي مجرد مستجد. وهنا بيقول له تانج تبدو مستيقظ عادي، وانت عارف اني في المستوى الفردي بالفعل. بيقول له ليون اعلم ذلك. بيقول له اذن فانت شجاع حقا، واذا كنت تعتقد اني لن اقاتل بكامل قوتي فانت حقا مخطئ. بيقول له ليون بالطبع هذا افضل. وهنا بيهجم على بطلنا بسرعة خاطفة، ولكن بطلنا بيتفادى الهجوم وبيترك مسافة بين خصمه، قائل مع نفسه إنه حقا أقوى شخص بين الجيل الشاب في مدينة تيان يو. وبيقول له هاي أنت جيد حقا. وتانج مصدوم قائل مع نفسه ليون هذا ليس سهلا، مستحيل أن يتمكن مستيقظ عادي من مواكبة أسلوبي في القتال. وهنا بيسأله تانج قائل دعني أسألك سؤال يا فتى، أنت حقا مستجد؟ ولكن بيقول له ليون ماذا؟ عما تتحدث؟ أليست معروضة على بيانات القتال؟ صحيح أنا مستجد. وهنا بيهجم على تانج بسرعة خاطفة، وبيستعمل تانج مهارة خطوات الشيطان السماوي لتفادي هجمات بطلنا. وبيقول لبطلنا أنت جعلتني أستخدم خطوات الشيطان السماوي، ومع أن تقنياتك قوية ولكن هناك فجوة بيني وبينك بالفعل، ولو كنت أقوى بمستوى واحد فقط لربما امتلكت فرصة للفوز. تذوق هذه التقنية. وبيهجم عليه بهجمات خاطفة، ولكن بطلنا بيفعل المهارة المجنونة للتصدي لهجماته. وهنا الاتنين بيتراجعوا في الوقت ذاته. وبيقول له تانج هاي أنا حقا متشكر لبيدرو على ذلك الآن، ليس عليك دفع 36 يوان الآن. بيقول له ليون قلت لك إنه لطيف جدا. والجميع مصدومين من سرعتهم الخاطفة، وإزاي يمكن لمستجد التصدي لمهارة خطوات الشيطان السماوي؟ ومن يكون ليون يا ترى؟ وقتها بيتعرض ليون للهجوم من تانج، وبيقول له تانج قلت لك إن الموهبة غير مفيدة في مواجهة القوى المفرطة. ولكن بيقول له ليون إن ده ليس صحيحا بالضرورة. وهنا ليون بيقفز لأعلى وبيهجم عليه قائل مع نفسه أنت بالفعل تستحق أن تكون من أقوى 10 لاعبين، ولسه يمكنك مقاومة مهارة السيف المجنون التي كثفت 3 طبقات منها. وبما إن 3 طبقات مش كفاية سوف أستعملهم جميعا حتى الطبقة السادسة. وبطلنا بيعد في الطبقات مع كل هجوم. وبيتفاجئ تانج إن قوة ليون ارتفعت عن السابق، وهنا بيقفز لأعلى. وهنا بيهجم عليه ليون، وبعدها بيهجم عليه تانج تاني ولكن بلا فائدة. وبيهجم عليه ليون قائل الطبقة السادسة. وبيتفاجئ تانج قائل ماذا قال التو؟ الطبقة السادسة؟ هذا الضغط مخيف حقا. ازاي لديه ضغط كهذا في هذا المستوى؟ وازاي وصل له خلال تلك المدة القصيرة؟ انتظر، هل هذا يعني أنه يقوم بتجميع قوة الهجوم وكل هجماتي كانت تغذي مهارته؟ وهنا بطلنا بيهجم عليه بهجوم مدمر. وهنا بيهجم تانج بكل قوته بضربة قبضة التنين الشيطان السماوي للتصدي لهجوم ليون، ولكن بلا فائدة. وبيتعرض لهزيمة ساحقة، والجميع في دهشة منتظرين معرفة الفائز. وبينصدموا لما يعرفوا إن تانج تعرض للهزيمة على يد مستجد.
وقتها تشانج كان بيشاهد المعركة قائل: ليون ومهارة السيف المجنون والقاطع المطلق، الأمر يصبح أكثر إثارة للاهتمام. ونرجع لبطلنا وبيهنيه النظام على هزيمة الخصم وبيكسب 98 نقطة منه. ومن هنا بدأ بطلنا في تحدي لاعب ورا التاني من أقوى 10 من مدينة تيان يو، والجميع مصدوم من فوزه مرة أخرى، والجميع يتساءل عن هوية ليون. وبعدها بننتقل لعند ليون، واللي بيكون مرهق جدا من قتال المحترفين واحدا تلو الآخر، وبيتفاجئ جدا إنه يمتلك 30,000 عملة إضافية في حسابه. وبيسأل بيدرو عن الأمر، بيقول له بيدرو إنه وضع الدفع على المشاهدة. بيقول له ليون: وما هذا؟ بيقول له بيدرو ببساطة: عندما يرتفع عدد معجبينك أكثر من 10,000 ساعتها هيتفعل وضع الدافع مقابل المشاهدة تلقائيا. يعني اللي عايز يشاهد قتالاتك لازم يدفع عملات بعدية. وبطلنا سعيد جدا إنه أصبح مشهور. وبعدها بيرجع للعالم الواقعي للعودة للمنزل، وهنا بتكلمه الأنسة ليو وبتقوله بكل حماس: ليون، هل شاهدت قتال الشخص المدعو ليون للتو؟ بيقول لها: أيوة شاهدته. لما أنت متحمسة جدا؟ بتقوله الأنسة إن هذا الشخص كان مذهلا، ألا يجب أن أتحمس؟ والآن قيادة تيان يو يتناقشون حاليا حوله. ليون، هذا ليس أنت، أليس كذلك؟ كلاكما يستخدم السيف المجنون وأسماءكم متشابهة أيضا. بس بيقول لها ليون: مجرد إشاعات طبعا. وكيف يمكن ذلك؟ أنا مش قوي لهذه الدرجة. بتقول له: أعتقد ذلك أيضا، ولكن الجميع يشك في الأمر. وهنا بينزعج بطلنا من انتشار الشائعات عنه، ولازم يفعل شيء حيال ذلك. وبعدها بتقول له: هاي، أنت من عائلة عريقة مخفية، أليس كذلك؟ وليون هو أخوك، وسيف المجنون هو إرث عائلتكم، ألست محقة؟ وهنا بطلنا بيفكر في كلامها قائل: الآن مفيش مفر، ولكن لو أقنعت الجميع إني من عائلة قديمة ساعتها يمكنهم منع الكثير من المشاكل. وبيقول لها ليون: أيوة، إنه أنا لن أتظاهر بعد الآن. بتقول له: علمت ذلك. وبيقول لها ليون: أنا أخبرتك بهذا السر، لذا لا تخبري أحدا. بتقول له: ما تقلقش، سرك في بير. وبيقفل الخط معاها. وهنا بيحمر وشها وسعيدة جدا إنه يخبرها أسراره. وكلمات الأنسة ليه فكرت ليون إنه قرر خداع طائفة قوية منفردا، واللي خلاه يجد قصة معقولة للزيادة العجيبة في قوته وإيجاد داعم أيضا. عشان كده قام ليون بخداع 3 شخصيات من أقوى 10 لاعبين في مدينة تيان يو، واللي بيكون في المركز الأول والتاني والتالت ليظهروا في الساحة في نفس الوقت. وساعتها إشاعة ليون هو ليون مو هتتحطم. وفي الوقت ذاته أخبار ظهور الطائفة المنعزلة انتشرت بسرعة كبيرة. وهنا بترن عليه الأنسة ليو وبيقول لها ليون: هل هناك أي مشكلة؟ بتقوله الأنسة ليو إن في الكثير من الإشاعات حاليا حول أخوك ولست قلقا حتى، ولكنه بيكون سعيد جدا لهذا الأمر. وبيقول لها: لا داعي لا أكون قلقا، قد كشف على أي حال. بتقوله الأنسة ليو: بالمناسبة اللاعب تانج لم ياخد أي معركة بعد تعرضه للهزيمة قدام أخوك اللي هو ليون، وهذا الصباح كان نشط لمدة طويلة وكأنه ناوي على فعل شيء، وعرف أخوك أن يكون حذرا. بيقول لها ليون: تمام، هعرفه. وبيقول مع نفسه: تحدي ليون الذي هزمه من كام يوم ربما الوقت قد حان لإخباره. وهنا بيتفاجئ ليون من تجمع الناس عند محل أخته، فبيقفل الخط مع ليو وبيخش يشوف فيه إيه، وبيلاقي إن في شخص بيضايق أخته، وبمعنى آخر بيحاول ياخد منها ميعاد ولكنها كانت ترفض ذلك. وهنا بيقول ليون للجميع إن المحل قفل وعودوا غدا. وغادر هذا الشخص منزعج جدا لأنه ما قدرش يخلي رويان توافق على الخروج في موعد. وبيقول لها ليون: يعني أنا أترك المحل لأني عارف إن يمكنك التعامل مع هذه الأمور بشكل مناسب. لما أصبح الأمر هكذا؟ وهنا بتعتذر منه رويان على ذلك، ولكنه بيقول لها: لما أنت آسفة؟ أنا لم ألومك، ولم أتوقع أن تكوني مشهورة جدا
في العالم الافتراضي. وبيتفاجئ ليون إن هم عرضوا عليها كريستال أسود مع إنه ضعيف، ولكنه لا يزال كريستال أسود. وأكيد هم من عائلات غنية، وربما يمكنك الزواج من عائلة غنية وتعيشي كالأميرات. ولكنها بتقوله: أنا مش عايزة أكون زي الأميرات، أنا فقط أريد أن أعيش مع والدي وليون مو. وبيتفاجئ بطلنا من كلامها، وبعدها بيقول لها: بالمناسبة، هل الكريستالات التي أحتاجها جاهزة؟ بتقوله: جاهزة، ولكن لماذا تحتاج هذا الكم الهائل منها؟ وبطلنا منزعج جدا، قائل مع نفسه: نعم، هو عدد ضخم من الكريستالات، ولكن في عالم النجوم هو مجرد شوية أمتار مربعة، وسعره أكبر من منزلي حتى. وهنا بيرن عليه آن، وبيقول له ليون: إذن ما الخطب؟ بيقول له آن لينج: ليون، أرجوك تعال وساعدنا، وإحنا في ورطة، تعال إلى ساحة القتال البعدية. وهنا بيقلق ليون، وبيقول له: انتظر، تكلم بوضوح أولا. ولكنه بيقفل الخط. وهنا بينطلق ليون بسرعة لعندهم. وقتها بالله عمنا لينج والأنسة لي بيتعرضوا للسخرية من مجموعة من الأشخاص، قائلين: انتم مجموعة من الفشلة، حتى لو تمتلكوا مجموعة من مهارات القتال فلا يمكنكم إظهارها. من غير شوانج فريق الدب الأكبر لا شيء. ولكن عمنا تشانج يبتسم قائل إنهم بيقولوا الحقيقة، والفريق بالكامل غاضب جدا، وعمنا تشانج ولا همه. وهنا بيوصل الأخ ليون وبيقول لهم: أي نوع من المشاكل فعلتها في غيابي؟ يعني الأخت شوانج مشت من هنا، انتم بدأتم في إثارة المشاكل من هنا. وهنا الكل بيشتكوا لبطلنا إنهم تعرضوا للسخرية والتنمر، وبيقول لهم: جيب كل فخر وصل العظمة وانتم الخاسرين. ولكن بيقول لهم ليون إنه لم يقل إنه هيقاتل. وهنا بيترجاه لينج لمساعدتهم. بيقول لهم ليون إنهم ليسوا أقوياء ويمكنكم الفوز يا رفاق. ولكن بيقول له آن لينج إن عمنا تشانج غريب نوعا ما وليس متحمسا للقتال، إنها كالخسارة عمدا. وبيتفاجئ بطلنا من هذا الأمر قائل: خسارة عمدا؟ وهنا بيقول لهم شخص: هاي، هتواجهونا ولا لا؟ لا نملك وقتا لتضييعه على فشل زيكم. بيقول له جي: تمام، بما إننا أضفنا شخص يمكنكم إضافة شخص لفريقك أيضا. بيقول له الفريق التاني: جيد جدا أخي، يمكنك المجيء. وهنا بيظهر شخص قائل: أكل الطعم أخيرا. وبنعرف إنه تانج، وعملوا كل المسرحية دي عشان يحضروا بطلنا لهنا. وبيتفاجئ الجميع من هذا، وبيقول لهم الفريق التاني إنه هو. وبيقول تشانج مع ابتسامة: بالطبع. وهنا بيقول لهم تانج إن الرهان على 100,000 كريستالة سيكون بلا معنى، وهل نرفع الرهان؟ وهنا يانج بيقول للجميع: آسف لما حدث للتو، أصدقائي قد أساءوا إليكم في حديثهم معكم، ولكنهم قاموا بذلك لاستدراج ليون. بيقول له ليون: ماذا لو استدرجتني؟ فأنا لا زلت لا أرغب في القتال ضدك. بيقول له تانج: حسنا، وهل ما زلت تبحث عن نصل جيدا؟ أليس كذلك؟ وإذا قتلتني فسيكون ملكك. وهنا بيخرج سيف وبيعرضه على ليون، والآنسة ليه مصدومة قائلة في صدمة: سيف الجليد؟ بيقول آن: سيف الجليد؟ وما هذا؟ وهنا بنعرف إن سيف الجليد قد سُقل من دم النخاع الخام البارد لجبل تيان شان، رغم إنه من المستوى بي، إلا إنه يملك إمكانية لا متناهية، وطالما يتم نقشه بالأحرف الرونية المناسبة فسيصبح سيف قتال من المستوى A. ولو تمكنت من صقله فهيرتفع جودته ومستواه أيضا، ويصبح سيفا بعديا من المستوى الخامس. وبيقول تشانج لليون: سيف الجليد مبهر حقا، ولكن لا يمكننا تحمل شيء بنفس القيمة للمراهنة. أنا آسف أيها السيد الشاب يانج. ولكن بيقول له يانج: سواء فزت أو خسرت فستحصل على هذا السيف، ولكن إن فزنا. وهنا بيكمل ليون كلامه قائلا: أجعلك تلتقي بليون، أليس كذلك؟ بيقول له يانج: التكلم من الأذكياء سهل. وبيقول ليون مع نفسه: هذا الشخص ذكي جدا،
لقد قدم إلي عرضا لا يمكنني رفضه، ولم أتوقع أن يصبح مهووسا بليون. وبيقول له ليون: حسنا، أعدك بذلك. بيرد عليه يانج: اتفقنا إذن. وفعلا بنشوفهم سجلوا المنافسة بين الفريقين. وبيقول للأشخاص الذين يشاهدوا المنافسة: واو، أرأيت عائلة يانج لديها القدرة على إظهار نسل الجليد؟ بيرد عليه التاني قائل: سيف الجليد هذا ثمنه عشرات الملايين من اليوان. وهنا بنشوف فريق بطلنا على جزيرة، وبيبدأ العد التنازلي لبدء المنافسة. وهنا بيقول ليون: يا له من مكان واسع بالنسبة لقتال جماعي. وبعدها بيقول للفريق: لا تسرقوا يانج مني. بيرد عليه تشانج قائلا: لن نقاتله لأننا لا يمكننا هزيمته. وفعلا عندما ينتهي العد التنازلي لبدء القتال، بيتحرك الفريق وبيخرج ليون قوس الغراب اللي حصل عليه. وبيقول للقوس: أيها الغربان، لنرى ما يمكنك فعله. بيقول له تشانج: ومتى تعلمت استعمال القوس؟ وهنا بيقول ليون مع نفسه: فعلا أنا لم أتعلم كيفية استعمال القوس بعد، ولا أعرف أي حركات تعتمد على القوس والسهام. وهنا بيقول للنظام بتعليمه أي مهارة قوس يمكنه تعلمها الآن بسرعة، ولا تأخذ الكثير من الوقت. وهنا بيقول له النظام إن المهارة التي يمكنه تعلمها في الحال هي خسوف القمر، والقيمة المطلوبة هي. ولكن بيقول له بطلنا: أيا كان السعر، أسرع، أنا مستعجل. وهنا بيتفاجئ تشانج إن بطلنا لا يتحرك قائل: وهل فقد الاتصال بالشبكة؟ ولكنه بيلاحظ شخص يتحرك بسرعة خاطفة. فبيقول للفريق: أحدهم قادم، فليستعد الجميع للمعركة. وهنا بيؤمر الأنسة لي إنها تراقب ليون، لأنه ربما قد فقد الاتصال. ولكن وقتها يقفز بطلنا في الهواء بسرعة خاطفة، وبيجهز السهم وبيستعد للهجوم. وقتها بيتفاجئ الأشخاص اللي في الخارج الذين يشاهدون المعركة قائلين: أليست مهارته هي نصل الجنون؟ وكيف يعرف استعمال القوس أيضا؟ انتظر، هذا الرجل قد هاجم والعدو ما زال على الأرض. واو، يا لها من طلقة سريعة، 7 سهام في لمح البصر. وفعلا بنلاقي لاعب من فريق العدو يقف على الأرض، وهنا بيتفاجئ بهجوم قادم عليه، فبيحاول تفاديها، ولكنه بيتفاجئ إنه لم يصاب بأذى. ولكن بعدها بنعرف إن ليون كان هذا هدفه من البداية، لاستخدام مهارة خسوف القمر. وفعلا بنشوف تعويذة وراء الشخص، ويخرج منها طاقة على شكل ذئب، وبعدها بتهجم على العدو وبتخلص عليه. وهنا بيقول اللاعب إن قوس ذلك الشخص يمتلك مدى واسع جدا. وبعدها بنشوف لاعب منهم مختبئ وراء الشجرة، ولكن اليوم بيهجم عليه بالسهم. وهنا بيقول له يانج: هل أنت بخير؟ بيرد عليهم وبيقول لهم إنه مجرد خدش صغير. ولكن بنشوف غراب بطلنا بيطير به للسماء. وهنا اليوم بيهجم عليه بالسهم، وبيتعرض اللاعب لهزيمة ساحقة، واللي بيخلي ليون سعيد جدا من هذا قائلا: تبقى 3. والأشخاص اللي بيشاهدوا في الخارج مصدومين جدا من هذا قائلين: هل هذا غراب؟ لقد رأيت هذه المخلوقات البعدية ذات المستوى الخامس في الكتب فقط، ولكن ألم يذكر في الكتب أن رالف ملك الغربان المدمر قد تم ختمه؟ إزاي يحصل كده؟ وهنا بنشوف لاعب من فريق الخصم في المعركة وهو بيقول: تبا، مجال هجوم الخصم واسع جدا، لازم أقرب منه بسرعة. وفعلا بيحاول يقرب من بطلنا، بس بطلنا بيرمي عليه سهم وبيصيب قدمه، وبيقول: تبا، لا يمكنني الاقتراب منه على الإطلاق، والمنطقة في مجال هجومه. وبعدها بنشوف ليون بيخلص على شخص. وهنا بيقول يانج إن لي شوانج قد مات أيضا، وقد بقينا نحن فقط، لا تجعله يصيبك، الدم هيجذب الغربان. بيرد عليه دانيان قائلا: أنا أعلم هذا، ولكن من الصعب تجنب مهاراته. وهنا بيهجم عليهم ليون بسهام كثيرة، وبيغضب دانيان جدا، وهنا بيخرج سيفه وبيصد جميع السهام. وهنا بيقول ليانج: أنا مش ههرب، ولا يمكنني الهرب على أي حال،
لذا سأواجهه. بيرد عليه يانج قائلا: في هذه الحالة انت هتتولى المقدمة وسنتجه نحوه ببطء. ولكن قبل ما يكمل كلامه بيكون بطلنا رمى سهم وبيخترق دماغ دانيان، واللي بيخلي يانج غاضب جدا قائلا: دانيان، وينظر للبطانة بكل غضب واللي بيكون فوق الشجرة. وهنا بيقول ليون: سقط شخص آخر. وبنشوف فريق بطلنا كله قاعد ومش بيعملوا أي حاجة وحاسين بالملل. وهنا بيلاحظ ليون شعاع طاقة كبير بيخرج من يانج، واللي بيخلي بطلنا مصدوم جدا من هذا قائل: هذه الطاقة ضغط الكريستالة الذهبية. وبعدها بنشوف يانج واقف قدام بطلنا وبيقول له: وجدتك أخيرا. بيقول له ليون: وهل استخدمت تلك القفازات لاختراق حدود الصقل؟ بيرد عليه يانج قائلا: صحيح، لقد كنت أنوي استخدامها ضد سيف ليون المجنون، ولكن يبدو أنه قد تحتم علي استعماله الآن. وفعلا يقوم تانج بالهجوم على ليون، ولكن بطلنا بيتفاداها وبيقفز على شجرة أخرى. وهنا بيجهز سهم وبيهجم على يانج بالكثير من السهام، فبيستخدم يانج الدرع لصد السهام. وبيقول له ليون: انت بتصعب الأمور، وماذا تريد؟ هيا أيها الغراب. بيقول يانج وهو غاضب جدا: كومة الغربان هذه مزعجة جدا. وهنا بيقول يانج لبطلنا اللي بيقفز على شجرة أخرى: انتظر حتى أفجر غربانك التمانية هذه إلى قطع صغيرة. وهنا يانج بيخرج طاقة كبيرة وبيفعل مهارة الهيجان، واللي بيخلي جميع أعضاء فريق ليون مصدومين جدا من هذا الضغط الهائل. وهنا بيقول تشانج: لو أنا لم أخطئ فلابد أن هذا هو جندي الروح. وهنا يصرخ يانج من القوة الكبيرة ويقوم باستدعاء خنزير ضخم يشبه الإنسان، واللي بيخلي بطلنا يسخر منه قائل: هذا هو جندي روحك؟ يبدو وسيما جدا. بيقول له يانج: انت تجرأت على القدوم لهنا، سوف أحطمك لأجزاء. وهنا جندي الروح ليانج بيهجم على بطلنا بهجوم ساحق ومدمر، وبيمسك بغراب نينج فان وبيخلص عليه. وبعدها بيقول يانج: حان دور التاني. وهنا بطلنا بيقول إن لا يمكنه الاقتراب إطلاقا وتبقى غراب واحد فقط وهيكون الأمر صعبا. وهنا بطلنا بيكلم رالف ملك الغربان وبيقول له: هل تسمعني؟ بيرد عليه وبيقول له ملك الغربان: لما ناديتني؟ بيقول له ليون: هل ترى ذلك الشخص هناك؟ هل يمكنك الفوز ضده؟ بيقول له رالف: الهائج، شيء كهذا ليس ندا لأصابع قدمي حتى. بيرد عليه ليون قائلا: ولكن الغربان التي أعطيتني إياها سيتم قتلها جميعا. بيقول له ملك الغربان: وهل تعتقد إنك حصلت على قوة تقارب أصابع قدمي؟ بيرد عليه ليون قائلا: في هذه الحالة أعرني بعض القوة. بيرد عليه رالف قائلا: صفقتنا كانت أن أعطيك القوة بعد أن تفك الختم عني، هذا ما قلته. بيرد عليه ليون قائلا: أيها النظام، استعمل كل طاقاتي الداخلية وأزل الختم. بيقوله النظام: تمام. وهنا بيقول ملك الغربان لليون: أنت لا تمتلك الكثير من الطاقة الداخلية المخزنة. وهنا بيسأله ليون: وهل تم كسر الختم؟ بيقول له ملك الغربان: لم تقترب حتى، ولكن في الواقع يمكنني إعطائك المزيد من القوة يا فتى. وهنا بيعطي بطلنا قوة كبيرة. وقتها يانج خلص على كل الغربان الخاصة ببطلنا، وبعدها بيقول له: يجب أن يكون هذا آخر ثلاثة. ولكن بيقول له بطلنا: مين اللي قالك إني أمتلك ثلاثة منهم فقط؟ وهنا بيخرج عدد كبير من الغربان وبيقول لهم أطيحوا به. وفعلا بنشوف الغربان بتهجم بهجوم سريع على يانج، فبيحاول هو والخنزير الروحي التصدي للغربان، وفعلا بيقدروا على قتلهم، ولكنه بيكون مرهق جدا. ولكن عندما تموت الغربان بيتفاجئ بطلنا من هذا الأمر وبيكلم رالف قائلا: غرباني قد تم القضاء عليها، ماذا يجب أن أفعل؟ بيرد عليه رالف قائلا: سأتولى أمر الباقي. وفعلا
بنشوف الغربان بيطلع منها ضوء ساطع بيعمي جميع الموجودين. وهنا بيقول يانج: جثث تلك الغربان تتجمع معا. هذا الضوء الذهبي هو طاقة التدفق الكريستالي الذهبي. وهنا بنلاقي عملاق كبير بيفتح عينه وبيظهر في السماء، وبيكون حجمه أكبر من الجندي الخنزير الخاص بيانج بفارق كبير، واللي بيخلي جميع المشاهدين مصدومين من هذا الشيء. وأي نوع من الجنود الروحية هذا؟ وهل يمكن أن يكون أقوى شخص في عائلة لي هو في الحقيقة ليون مو؟ وهنا بيقول ليون إن الجندي الخاص به ضخم جدا مقارنة بالآخر، فرالف خاصتي أكثر وسامة منه. وهنا بيقول ملك الغربان رالف: مجرد هائج يجرؤ على الوقوف في وجه هذا الملك، واللي بيخلي الجندي الخنزير مرعوب جدا من ملك الغربان رالف. وهنا بيقول ملك الغربان لليون: راقب هذا يا فتى. وهنا ملك الغربان رالف بيجمع قوة ضخمة على شكل غراب في ايده، وبعدها بيهجم على يانج. وهنا يانج بيقول مع نفسه: يبدو ان هذه المرة تعرضت لهزيمة ساحقة. وبعدها بيتم الإعلان عن فوز الفريق الخاص بليون للجماهير، واللي بيكونوا مصدومين جدا قائلين: هل فاز؟ أليس قتالا جماعيا؟ ولكنه قتال واحد ضد 5. عائلة لي هذه مليئة بالوحوش. وهنا يأتي إشعار لبطلنا بحصوله على 169 من نقاط الخبرة. وهنا بيقول ليون: يبدو إني فزت، شكرا أيها الأخ رالف. بيقول له رالف: لا تنادي هذا الملك بهذه الطريقة. وبعدها بنشوف الأنسة لي بتقفز على ليون من الفرحة وبتقول له: أنت رائع حقا. وبعدها بيظهر تشانج وبيقول له: هو ده الكوس اللي حصلت عليه من بيت الكنوز؟ يبدو إنك وجدت كنزا حقا. بيقول له ليون إنه مجرد حظ جيد فقط. بيرد عليه وهو يخرج من العالم الافتراضي قائلا: استعمل هذه القوة بشكل جيد وسوف ترتقي بك إلى مستويات عليا. وهنا ليون بيرجع للبيت، وبعدها بيقول: لقد مضت فترة منذ آخر عودة لي إلى الواقع. وبعدها بيقول له النظام إنه حصل على قدر معين من النقاط خلال هذا القتال، واللي يمكنك استعمالها أيضا في توسيع عالم النجوم. واللي بيخلي ليون غاضب جدا قائل: أنت عايز تورطني مع ذلك الشيء تاني؟ لا يمكنني رؤية أي فائدة من ذلك المكان الفارغ. وهنا بيظهر شخص وبيخبط على باب بطلنا، وهنا بطلنا بيفتح الباب وبيلاقي إنه الأخ جي. وهنا بيسأله ليون: ما الخطب؟ ألم نكن معا للتو؟ بيقوله: لقد مررت للتو بغرفة الاستقبال، وعمي طلب مني أن أخبرك إن أحدهم يبحث عنك ويبدو أنه يانج. بيستغرب ليون قائل: ولماذا هو موجود مجددا؟ وهنا بينزل له ليون وبعدها بيقول له: الفتى الوسيم الواقف هناك، وهل تنتظرني؟ لماذا تجعلني أفكر وكأني لا يمكنك العيش ساعة واحدة من دوني؟ بيقول له يانج: ها هو سيف الجليد الذي وعدتك به. بيقول له ليون: انت شخص موثوق حقا. بيرد عليه قائلا: صندوق اليشم هذا مصنوع من اليشم الأبيض ونخاع ينشو البارد، لذا يفضل إبقاء السلاح داخل الصندوق حين لا يتم استخدامه ليبقى جيدا وفعالا. بيرد عليه ليون قائلا: انت قلت انك عايز تشوف ليون مجددا وحاولت خداع أصدقائي ورهنت بالسيف، وهل هذا يستحق؟ بيرد عليه يانج قائلا: لقد أسأت لأصدقائك، ولكن بعد القتال مع ليون لم أستطيع أن أهدأ، وعايز أعرف المزيد عن النسل المجنون. وهنا بيقول ليون مع نفسه: يبدو أن خسارته ضد السيف المجنون شكلت عقدة. وهنا بيقول له تانج: لن أزعجك مجددا، ولكن سوف أستغل فرصي. ولما بيشوفه ليون وهو يرحل بيقول مع نفسه إن هذا المنظر يبدو وحيدا، وإذا لم يتخلص من تلك العقدة فسيعلق في هذه الحالة للأبد في الواقع. هذا الرجل ليس شخصا سيئا. وهنا بينادي عليه ليون وبيقول له: سأقاتلك باستخدام النسل المجنون، واللي بيخلي تانج سعيد جدا من هذا. وبيقول له: هل أنت جاد؟ وهل تنوي استخدام النسل المجنون الآن؟ وأول ما الناس يسمعوا إن في قتال
بيتجمعوا حول بطلنا ويانج. وهنا بيقول له يانج: هل تريد حقا القتال في العالم الحقيقي أم الافتراضي؟ بيقول له ليون: ما تقلقش، لدي هذه. وهنا بيخرج الدرع السحري، وبعدها بيرميه ليون على الأرض، واللي بتعمل كرة ضخمة سوداء، واللي يمكنها فصل العالم الخارجي عن ما يحصل في الداخل، واللي بيخلي الناس غاضبين من هذا الأمر لأنهم عايزين يشاهدوا القتال. وبعد ساعة بيكون في شخص على وشك الخروج من الكرة السوداء، وبيكون الناس متحمسين جدا يعرفوا مين اللي هيخرج الأول، ولكنهم بيتفاجئوا لما بيشوفوهم خرجوا مع بعض. وهنا بيضحك ليون ليانج قائلا: من الممتع القتال بالمسدسات والسيوف في العالم الحقيقي. بيرد عليه يانج: ومين هيقول غير كده؟ وهنا بيسألهم الناس عن الفائز، بيقول لهم بطلنا، ومن يعلم. وبس كده يا صديقي، وأتمنى تكون استمتعت بالحكاية، فأتمنى دعمنا باللايك والاشتراك في القناة، وأهم حاجة هو الصلاة على سيدنا محمد عليه أفضل الصلاة والسلام. وشكرا على المشاهدة وفي رعاية الله.